بعض مرشحي الرئاسة بيقول كلام فارغ فيما يخص السياسة الخارجية المصرية. بيقول أي كلام يجي على باله. يعني قابل وكالة أنباء إيرانية فيقول لك هنعمل علاقات عظيمة مع إيران. قابل وكالة أنباء تركية علاقات عظيمة مع تركيا. قابل حد بيقول له كامب ديفيد يقول له إسقاط كامب ديفيد. فبيتكلموا بطريقة عفوية كناس طيبين أو غلابة، مش مستوى مرشح لرئاسة مصر كل كلمة بيقولها مسؤول عنها. في حالة من التضجين، الكلمة اللي دايما بنقولها التضجين، بمعنى إن مفيش حساب ولا تخطيط ولا رؤية لما يصدر من بعض مرشحي الرئاسة وبعض الساسة المصريين. نموذجان للتضجين السياسي الرئاسي في مصر. النموذج الأولاني، بعض مرشحي الرئاسة اتكلموا لوكالات أنباء وقالوا إن أول قرار لينا، أول قرار تطبيع العلاقات مع إيران. هل ده معقول؟ أول قرار لرئيس الجمهورية في مصر تطبيع العلاقات مع إيران؟ طيب حضرتك لازم توضح لنا. نمرة واحد، ماذا تعني بقولك تطبيع؟ يعني تاني يوم بعد اليمين الدستورية هتعمل علاقات دبلوماسية بين مصر وإيران؟ ممكن يكون ده قرارك. هل تعتقد ان هذا القرار قرار مناسب ان بعد 24 ساعة تاخد هذا القرار؟ ما هو العائد على مصر؟ وما هي السلبيات اللي ممكن تجنيها مصر مثل هذا القرار؟ القرار الدبلوماسي قرار معقد، مش بتتكلم من دماغك، كل كلمة لها حساب. مثلا لو ان ايران دخلت في حرب مع اسرائيل وانت عندك علاقات دبلوماسية وعلاقات طبيعية، واحمدي نجاد رايح والرئيس اللي هنا رايح وعلاقات ممتازة جدا، حصل بقى حرب بين اسرائيل وبين ايران، او امريكا ضربت ايران، هتعمل ايه في قناة السويس؟ لو سفن عسكرية جاية تعدي من قناة السويس لضرب ايران، هتمنع السفن؟ بتخالف اتفاقية دولية. هتؤيد دخول السفن؟ يبقى انت في هذه الحالة بتخل بعلاقاتك الدبلوماسية مع ايران وبتعمل ازمة لدى الرأي العام في مصر. طيب لو حصل ان ايران وهي بترد ضربت صواريخ جت على الاراضي المصرية، لو ايران طلبت ان الجيش المصري يرسل قوات علشان خاطر يدعم ايران في حربها مع اسرائيل، المهم الملف العسكري، مصر هتتصرف ازاي لو حصلت حرب ايرانية امريكية او حرب ايرانية اسرائيلية؟ مش بقول لحضرتك خد هذا القرار او ده، لكن ادرس، افهم ان قدامك معضلات والموضوع مش سهل، وان انت كل كلمة هتاخدها هتغير كتير جدا من مصائر المنطقة. نمرة 2، معروف للعلن في صراع كبير جدا بين السعودية ودول الخليج من جانب وبين ايران من جانب اخر. وانت لما تعمل علاقات ممتازة مع ايران قطعا هيكون على حساب علاقاتك مع السعودية ودول الخليج. هل انت حسبت انك ممكن تخسر من علاقاتك مع السعودية والخليج من اجل العلاقة مع ايران ولا لا؟ البعض ممكن يقول اوزن، انا برضه اقدر اعمل توازن، يبقى عندي علاقة معقولة بايران وما اخسرش السعودية والخليج. ده عايز عقل مركب وعقل فاهم كيف يدير الامور، وكل خطوة بيحسبها وكل كلمة بيحسبها، مش فكرة ان فورا علاقات طبيعية مع ايران بلا ثمن اقتصادي او سياسي واضح وممكن يضر بعلاقاتك بدول اخرى وممكن يدخلك في اتون حرب خلال شهور. برضو مش بنصح تعمل او ما تعملش، لكن اللي بقوله ان الف ب علوم سياسية لمبتدئ سياسة مش مرشح رئاسة، ان لازم يفهم ان اي قرار في السياسة الخارجية بالذات لدولة زي ايران هو قرار مهم. نمرة 3، لو علاقتك بقى طبيعية جدا بإيران بسمنة على عسل واحنا رايحين وهم جايين، طيب المد الشيعي في مصر، التبشير الشيعي في مصر، لو هم قالوا لك احنا الاثنين مسلمين واحنا شيعة وانتوا سنة واحنا المفروض كلنا داخل نفس الدين الإسلام، فاحنا بس عايزين حسينية في القاهرة عشان الشيعة يكونوا موجود فيها، عايزين مساجد لون أخضر زي مساجد الشيعة، معلش مش عارف نصلي على سجاد زي ما بتصلوا كسنة، احنا بس هنصلي على حاجة تمنع هذا الموضوع. وانا مش بتكلم ده إساءة المذهب الشيعي، ده موضوع خارج النقاش، لكن اللي بقوله هل انت هتسيب المد الشيعي في مصر؟ ما انت عندك علاقات ممتازة مع ايران وفي سفير
ورايح جاي، واول قرار تاخده في حياتك لا انت هتاخد قرار بالامن ولا بالمرور ولا بالبوتاجاز ولا بنزين 80 ولا اي حاجه، انت اول قرار ايران. يبقى اذا انت شخص واضح انك محب وعاشق للعلاقه مع ايران. طيب هتعمل ايه في التبشير الشيعي في مصر؟ هل انت عايز مصر يبقى سنه وشيعه، مسيحيين وبهائيين؟ عايز لبنانة مصر او بلقانة مصر نكون زي البلقان؟ الموضوع ده محتاج عقل ومحتاج تفكير، مش اي حاجة تخطر على بال مرشح رئاسي زي اي ضيف في التوك شو. اتصال يجيله يتفاجئ يقول اي كلام، المذيع او المذيع يفاجئه يقول اي كلام، يلاقي صورة فيهرتل. لا، مرشح الرئاسة او الرئيس القادم لمصر لازم يكون متزن وما يطلعش ينطق عن مجرد ان هو صادف هذا او صادف ذاك. النموذج الثاني لهرتلة بعض مرشحي الرئاسة في السياسة الخارجية، الموضوع اللي هو يقول لك إلغاء اتفاقية كامب ديفيد. كلام مذهل، إلغاء اتفاقية كامب ديفيد. لما تكون صحفي قول براحتك، ولما تكون مذيع قول براحتك، ولما تكون مسؤول في حزب سياسي قول. إنما رئيس الجمهورية لما يقول إلغاء كامب ديفيد فقد ألغيت. ده معناه لما سيادتك تنجح بمجرد إعلان نجاحك يحق لإسرائيل في هذه الحالة، أو هي هتعتبر أنه يحق ليها أنها تهاجم مصر. هتقول لك ده رئيس الجمهورية اللي جال مصر هو اللي لسه قايل من أسبوع في برنامج كذا في التوك شو لأنه فرحان بنفسه إنه طالع والجماهير بتشوفه إلغاء كامب ديفيد. طب خلاص، ما هو جاي بيقول إلغاء كامب ديفيد، طب إحنا لغينا كامب ديفيد. وبمجرد سيادته ما يصل لقصر العروبة إحنا كمان هنخش ونضرب في سيناء أو في منطقة القنال، لأن هو اللي قال هلغي كامب ديفيد. لازم يكون في مسؤولية، مش هينفع نقول إلغاء كامب ديفيد. كلام المحترم اسمه تعديل اتفاقية كامب ديفيد. المنطقة ألف وب وج في سيناء نعدل وضعنا فيها، يبقى القوات اللي موجودة في ألف وب وج قوات تحقق تصاعديا الأمن القومي المصري. مفيش حاجة في اجتهادي بقولها بكل جرأة اسمها إلغاء اتفاقية كامب ديفيد. في حاجة اسمها حرب، أنا أفهم ده واحترمك لو قلت كده، مش معناها هوافقك بس احترمك. مش عايزين لعب، مش عايزين شمس بدران جديد، مش عايزين 5 يونيو جديدة، مش عايزين واحد جاهل يطلع يلعب بالبلد. ما تقولش إلغاء كامب ديفيد، قول هحارب.